اليوم استمعت إلى تصريحات، وربما اليوم اللاعبين أنفسهم شخصوا جانبا من الظروف اللي مر بها المنتخب التونسي. هل نقدر نقول أن هذه نقطة من بين العديد من النقاط؟ شوفوا العابدي يتحدث، هناك من يحمل المسؤولية لأطراف بعينها، سواء كانت في عدم وضع استراتيجية واضحة، خصوصا في هذه المشاركة تحديدا بين منتخب كان يسير بخطوات واثقة تعثر، وهو تعثر طبيعي مثل ما تعثرت جميع المنتخبات العربية، واستثني المغرب كونها بطل في بطولة أفريقيا، مصر، الجزائر وغيرها من المنتخبات، لكن من هنا بدأت الانطلاقة. شوف العبارة اللي قلتها تنطبق على ربما كل المنتخبات العربية. تعثرت، احنا مش نحكيو على تعثرت، سقطت، لأنه تعثرت إمكانية أنك تقوم وأنك دفعت، ما فما شيء. سقطت السقوط المدوي، لا فما شيء، ما فما شيء. خلنا نحاول نبسط الأمور. الملاعبية يخرجوا يحكيوا اليوم، قل لهم مخر شوية، مخر شوية، انتهى. أسدي للستار، تحكي على شنو اليوم؟ حكيت البارح، حكيت قبل، اليوم انتهى. كما نقولوا بالتونسي وحل المنجل في القلة، انتهى صحيح وفاء. 2004 مؤيد وانت سيد العارفين نظمنا كاس افريقيا، صحيح، 7 ملاعب. 2004 صحيح. احنا اليوم 2026 عندنا ملعب واحد. نتقدم، احنا نوخر، ما استحفظناش حتى على ال7 اللي عندنا، ما قلناش زيدونا ملاعب، قلنا على الاقل صيانه ما هو موجود، المحافظه على ما هو موجود. جينا من 2011 والثوره، كل المجالات فيها تدخلات الا المجال الرياضي. نسينا الرياضه، نسينا البنيه التحتيه، نسينا كل شيء. الحقيقه من ضحايا ما حصل في 2011 اكبر ضحيه هي الرياضه، هي على الاقل الرياضه بصفه عامه، لو مش نحكي على المجالات الاخرى. كره القدم ما عملنا فيها شيء. احنا البلد الوحيد قعدنا لليوم 2026 المقابلات تكون بحضور جمهور واحد، جمهور واحد، لانه مع الاسف الفوضى عارمه. هذه على مستوى الدوله اللي هلا غالب عندها اولويات اخرى، عندنا حاجيات اخرى، عندنا امور اقتصاديه اجتماعيه الى اخره. نسينا الرياضه. نجيو سلطه الاشراف، الوزاره الان بعينها، وزاره الرياضه مؤيد، وانت تعرف هي وزاره فنيه، تسميني سير تكنيك، اللي ما عنده حتى علاقه، لازم يكون ما عنده حتى علاقه بالاحزاب او بالسياسه او بغيره. اليوم بعد 15 سنه عندنا 18 وزير في الرياضه، هذا يدخل هذا يخرج، هذا وين الاستراتيجيه اللي باش تعملها؟ باي استراتيجيه باش تعمل وانت كل عام عام ونص عندك وزير جديد؟ وعندنا عاده مع الاسف الوزير الجديد اللي يجي يفسخ ويحط الصفر، نرجعوا للصفحه البيضاء. نجي الان الاتحاد التونسي لكره القدم، كيف يقع انتخابه؟ ونفس الاشخاص هم نفسهم. ما تنجمش تعمل الجديد بوجوه قديمه، تنجمش تعمل الجديد بافكار قديمه. راهو الانتخابات نتاع الاتحاد التونسي لكره القدم اللي هي الجامعه التونسيه لكره القدم، راه انتخابات تضحك، انتخابات نتاع لا مشاريع، هاي اهداف، هاي برامج، لا علاقات نتاعي ونتاعك، تصوت لي نعاونك الى اخره. نوصلوا الان الى النوادي التونسيه في الفيفا، في لجنه في التاس، عاملين مبنى خاص بتونس. اشترى الفرق التونسيه ممنوعه من الانتدابات، اشترت الفرق التونسيه عندها قضايا غادي، اشترى 99% من الفرق التونسيه فالسه، كيما الفلس نتاع كرة القدم التونسية. نجيو للاعبين، ايش عندنا لاعبين؟
كل اللي ذكرته هي عباره على مدخلات. المخرجات نتاعك تكمن في ارض الملعب، لاعبين، ميدان، نتائج. وصلنا الان للمخرجات الان ايه؟ هو ضريبه كل ما كنت اتحدث عنه. طيب. اليوم انتهى الموضوع، كما يقول الفرنساوي انتهت الاستراحه. انتهت الاستراحه. اليوم الناس اللي فشلت مرحبا بكم، شكر الله سعيكم، تغادرون. اليوم لازم تدخل السلطه، عايشك، حط ناس كفاء بالقانون، هيئه تسييريه مؤقته، جلسه عامه انتخابيه، دم جديد، ناس جدد، افكار جديده، ونعاودوا نخدموا على الفئات السنيه الصغرى كما في المغرب، وين فما برنامج كامل. ولهذا شوف اليوم قريت، ما كنتش برشا ما سميش اسماء، لانه اليوم واحنا في الاعلام التونسي ينطلعوا معناها وقت الانتصارات تولي الامور 100%، وقت الهزائم نجدوا الخناجر متاعنا، واللي عنده حساب يصفيه. انا ما عندي حتى حساب، الحساب الوحيد متاعي مع تونس. اكيد الحساب الوحيد متاعي مع تونس. ونحن في مساء المونديال، حزن كبير بالنسبه للليبيين، حزن كبير بالنسبه للمغاربه، حزن كبير بالنسبه للجزائر. وامتى تونس تتعرض لأذى على صعيد كرة القدم فهو يمس الجميع، وكذلك الحال عندما يكون الأمر متعلق بالجزائر أو المغرب أو غيرها من الدول العربية، فما بالك بالقريبة. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.